بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين معاكم مع الحاج محمد عباس في سلسله الحمام الشلباز المصري. خلصنا الحلقتين الاولانيين، ان شاء الله معاكم في الحلقه الثانيه وهنتكلم عن المواصفات القياسيه لفرد الحمام الشلباز. ومعنا الحاج محمد ان شاء الله هيعلمنا ازاي نربي فرد حمام او نبتكر طير اللي مطابق للمواصفات القياسيه. فاتفضل يا حاج محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه يا جماعه بصوا، احنا بنتكلم طبعا على الحمامه. شوف القوره اللي كنا لسه بنتكلم عنها. شوف اللي بنقول عليه، طبعا ناس بيسموه منقار، ناس بيسموه عظم، يقال زي ما يقال يعني. بس شوف جمال الطير، شوف سبحان الخلاق العظيم. القوره مع العيون الواسعه، ممكن نقف مع رفع. تمام، نقف هنا على الطير ده. تمام. شوف بص العين واسعه ازاي من هنا. شوف، احنا طبعا بقى مش بنتكلم عشان نعرف ان مش الرقبه القصيره كل حاجه. شوف ده طير رقبته طويله، مسافه بين الرقبه والجناح متوسطه برضه، مش طويله حاجه محمد، يعني ما شاء الله كويسه. يعني مش هنقول ان دي رقبه قصيره. فاذا الطير الشقلباز، شوف المواصفات، الرقبه ما بينه وما بين الجناح مسافه قد ايه، وطير قيم جدا. يعني في سبحان الخلاق العظيم، يعني محتويات جميله جدا. فلما تتفرج عليه تشوف العين مع القوره، مع تربيعه الدماغ، مع النزله للانسيابيه للجناح، فعلا في ديكور عالي ما شاء الله، يخليك تقول ان فعلا فرد الحمام سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم، فعلا استندر. طبعا احنا وقفنا صراحه يا محمد عشان اتكلم مع حضرتك في حته نزول الجناح دي، موجوده هي لوحدها في طير، وحضرتك مثبت الجين عند حضرتك زي ما انا قلت. نزول الجناح جين. اللي عايز يعرف صحه كلامي يتفرج على العصافير، على اليمام اللي على الاسطح، يركز معاه. اي نوع طير يتفرج عليه. طبعا مش بتكلم يعني في بط ولا فراخ، لا، انا بتكلم في طيور، عصافير، يمام، الطيور اللي هي بتبقى يعني اي طير. تمام. اتفرج على حتى الحمام اللي احنا بنتكلم عليه وبنقول حمام في مصر، ابلق، شربندق، صافي، مسود. هتلاقي الحمام ريحاني، كل الاصفر ورق، كل الحمام ده في جين فيه عند مربين. هتلاقي الحمامه وهي واقفه هتلاقي جناحها نازل. اعرف ناس مربين قشر بنادق بيقصوا جناحاتهم، لان لما بينزل الزبل بتاع الحمام بيبهدله. فاذا بيقص جناحه ليه؟ لانه نزل تحت الديل. فطبعا ده جين احنا بنركز عليه. انما هو بيبقى جناحه فوق الفرد ده على فكره بالاخص، وهو كده خد حريته بيبدا ينزل جناحه. انما لو مش واقف في الوضع بتاعه ده واخد حريته، لا، هتلاقي جناحه زي ما انا قلت فوق الديل. طب حضرتك بتحب ايه؟ يعني ايه الاقرب اللي حضرتك؟ انا بحب اي حاجه فيها جمال. يعني انا الديل نزل مش هتفرق معايا، او فوق الجناح اللي هو الستاندر مش هتفرق معايا. اهم حاجه يهمني المواصفات دي. تمام. الجمال ده مع الحجم مع الديكور. ما يهمنيش يبقى لازق، انا يهمني ان الرجل هنا تبقى على الارض. تمام. ما يهمنيش الفرد الحمام يعني خلاص وصل لمرحله ان هو مش عارف يمشي. ما هو ده انا وعشان اعرف انتج منه كمان. بس هي دي المهمه، دي النقطه المهمه جدا. يعني اذا الحمامه لو كانت ستاندر زمان بنفس المواصفات دي ما كانتش وصلت لنا احنا. بالظبط. تمام. كان هندثر بسبب انها مش هتفرق. لو هتبقى لازقه في الارض، طب لما تلزق في الارض، اجدادنا والناس الكبار دي كانوا هينتجوا ازاي؟ كانوا يتعبوا جدا. فاذا هي الستاندر بتاعها حمامه سهله في فرخها، وطبعا مش سهله قوي يعني، بس عشان ما نضحكش على الناس، عشان الناس ما تبقاش داخله بقلب جامد. الناس برضه هتتعب شويه، لان هو الجين بدا يوصل لقوه جامده قوي. بالظبط. فهو يتعب فيه شويه. بيقابل مشاكل في الفرخ طبعا، بيقابل طبعا مشاكل في الرجل وفي الرجعه. وكل ما الجين هيبقى قوي كل ما هيوصل معاك ان انت عايز تجدد دم. تمام. كل ما الجين يبقى قوي تبقى انت محتاج ان انت تجدد دم عشان خاطر ما يهربش منك. الرجعه قوه جين ولا النسب قرابه؟ الرجعه فيه 2. بس انا عايز المح لنقطه مهمه، كويس ان انت ذكرتني بيها. كان سؤالك ده طبعا سؤال يعني كنت نفسي اتسال فيه من زمان. يعني يا جماعه، رجعه الحمام، في مربين بيفتكروا ان رجعه الحمام جين في الحمام زي ما الاستاذ محمد طبعا تفضل وقال. وفي ناس بتقول ان هو قوه دم على بعضه، وفي ناس بتقول ان رجعه الحمام الرجل اللي بتبقى راجعه بيبقى صله قرابه قويه جدا. لا، انا محمد عباس بيضيف لكم حاجه رابعه. بيقول خدوا بالكم يا جماعه ان رجعه الحمام بتبقى سببها جوز تحضير. جوز يرقد على الحمام وهو كويس يخلي الحمام يرجع حنين قوي، راقد على الحمام بصدره، مخلي الزغلول مش عارف يفلفص. فالزغلول من قوه صدر الحمامه وحنيتها بيضطر ان هو بيفتح رجله علشان خاطر يعرف ياخد نفسه.
طب ده سبب من ضمن الاسباب ولا لا. سبب الاوحد؟ لا ده سبب مهم رئيسي جدا. الناس من ضمن الاسباب. من ضمن لان الاسباب. كان في ناس ممكن يعني مثلا واحد يقول لي انا الزغلول بيطلع من الحصوايه راجع رجلي ورا. خلاص الزغلول طالع من الحصويه، خلاص الدم لازم يتغير. تمام. الدم ده مش مجاوب ده على كده. بعضه خالص. خالص. بدليل ان انت لو ركبت لفرد حمام قوي زي المستوى ده او زي الانثى ديت، الانثى دي لو ركبت لها فرد حمام عادي فرد حمام عادي هتنتج، مش هتجيب رجعه. تمام. نهائي. لان انت بعدت عن الدم وعملت لها تهجين فرد ضعيف جدا بالظبط، بعيد عنها كويس. فهتفرق كويس جدا. ولو عملت معاه برضو هو كمان كده هيبدا برضو. ده السبب الثالث بقى اللي هو ممكن قوه المستوى، حمامتين جامدين على بعض يرجع. لازم الدم يتغير. بالظبط. لازم يعني الدم القرابه، قوه المستوى، الحضان. الجزء التحضير مهم جدا عشان ما يخلكش انت خلاص انت خلصت جزء الحضان وانت عارف انه بياكل كويس وبيطلع زغلول ان شاء الله بزيت كويس، خلاص يبقى انت خلاص عشان الدماغ ما تتشتتش. بتبدا تشوف هل الدم بعيد عن بعضه ولا خلاص. احنا كده بنتكلم على الدماغ، اتكلمنا على طول الرقبه، اتكلمنا على الرجل الوطاني اللي ارتفاع فرد الحمل على الارض. السروال. لا احنا لسه السروال. بالنسبه لحجم فرد الحمام، يعني حجم فرد الحمام ان شاء الله. حجم فرد الحمام طبعا انا مش هقول لك على معيار معين، لان في حمامه بتزيد شويه. تمام. يعني ممكن مثلا نقول ايه، الحمامه من 20 ل 25 سم. في حمامه ممكن تبقى 22، في حمامه 23 سم. تمام. وفي طير انت ممكن تتفرج عليه عشان تقيسه بمعياره، مش هيهمك الماس. الطير كل مواصفاته جامده ما شاء الله. زاد سنتي قل سنتي، ايه المشكله؟ هو قوي هيعوضها في الانتاج. لا احنا برضه بنتكلم في نقطه ان انا دلوقتي لو في معرض وحضرتك بتحكم معايا الطير هنا بقى، احنا بنتكلم في تفاصيل التفاصيل، لان ممكن مثلا يبقى عندي 5 أو 6 حتت جامدين كلهم، فهنبتدي نركز بقى لو قلنا في الاجمد من الجامد. لو قلنا على الستاندر يعني هنغلب الناس شويه. لو قلنا على الستاندر في الديل ومواصفاته، فده ممكن نسيب الناس تجتهد وتوصل للحمام القصير قوي، افضل ما نديهم معيار ونقول المعيار دوت مثلا من 20 ل 25 سم ولا حاجه. فالناس اللي يطلع تحت ال 20 هيتبهدل. بالظبط. فنسيبه هو يجتهد ويوصل بس ل 20 او 25 سم، وده فرد حمام قوي جدا. تمام. قوي جدا ومستوى راقي جدا، فسيبه يشتغل بس ويجتهد للكلام. طب جه 26، ايه المشكله؟ جه 24، مفيش مشكله. جه 23. فدي نقطه عشان ما نشتتش عقول الناس ويقول لك محمد عباس قال لا الحمامه كله يمسك متر ويروح يوسف حمام عنه، فالناس هتشغل السكين. ايوه بالظبط. فاحنا كده يبقى احنا دبحنا الحمام بتاع مصر كله. هو الحمام كله حمامه كويسه جميله، حمامه كويسه جميله، اجتهد فيها ووصل لانك تخليها اقل حجم. طب ممكن نشغل فيديو بس برضه نقول للناس على حاجه ثانيه لو ينفع. بنتكلم دلوقتي بقى عن اتساع الصدر من قدام بتاع فرد الحمام، يكون مثلا مليان، يكون رفيع، يكون يعني برضه دي حاجه في هو انواع. بص حضرتك، هو يعني انا طبعا زي ما قلت لحضرتك طبعا الوجه ده مع القوره مع ما شاء الله ما شاء الله يعني فتاة العين دي طبعا اللي احنا بنقول عليها وسع العين. الشقلباظيات على فكره بتين يعني ممكن برضو الناس الشقلباظ عينيه في منها لونين، بيوت من زمان كانت متواجده. لا العين الابيض ده ما كانش شقلباظ، ده كان نوع تاني دخل على الشقلباظ خلاه لون يعني سموه هندي. لا انا بتكلم على العين السوداء دي، في منها عينين، في عين حمراء زي البنايده والصوافه، وفي عين سوداء بكمه. ده بيتين مفيش فيهم ادنى مشكله. تمام. اشتغل على البيتين ولا يهمك، طلعت حمراء طلعت سوداء مش مشكله. وحته بقى الفرد الحمام قدام دي عادي. بالنسبه للصدر فرد الحمامه ما فيش مشكله ان صدر الحمامه في الذكر لو اعراض بسنه، لان هو طبعا جناحاته بتبقى زي ما قلنا في مواصفات الحمامه الجناحات بتبقى خارجه شويه. لا دي تركيبه بقى احنا هنتكلم فيها، انا لسه كنت هتكلم فيها بعد دي. تمام. عشان دي مش اي حد هيقولها لنا. تمام يعني زي ما بقول لحضرتك الديل، بص حرف الاكس اللي كنا بنقول عليه. بس الحمامه بتتحرك فنزلت من على فطبعا حرف الاكس ده مهم جدا. حرف الاكس ده من تحت. تمام. ده في المواصفات الحمامه اللي هي تعتبر خلاص استندر. هي هتلاقي فوق جناحاتها كده، طالما جناحاتها من فوق بتبقى حرف الاكس. الفرد الحمام عشان الجناحين ماسكين في بعض فمش بالظبط. فده يعني هي طبعا حمامه مش لا ما شاء الله. ده الفيديو يعني مش واضحه قوي. طب النقطه بقى الثانيه اللي برضو انا بالنسبه لي بصراحه كانت انا اول مره اسمعها، يعني انا بربي شقلباظ من بقالي فتره كبيره، حته ان فرد الحمام كتفه موارب دي برضو ما خدتش بالي منها خالص. الحمامه بيبقى كتفها ما بيبقاش لازق قوي في الصدر نفسه، بتبقى فيها وربه خفيفه لانه هو اسمه شقلباظ. بالظبط. عنده استعداد ان لو طار الشالب، فهو زي برضو مربي كمال اجسام انت مش هتعرفه الا لو دراعاته خرجت. مجرد ما دراعاته تخرج انت عرفت ان في عضله بدات تشتغل هنا. أيوه. هو عنده العضله تحت جناحه، ده دليل على انه شقلباظ صرف. العضله اللي تحت جناحه دي
هو بتخليه لما بيتحرك بيبقى واخد خروج للجناح شويه، بالظبط. هو مستعد انه يطير. ولو طار هيشقلب. مش الحركه الخفيفه اللي خارجه دي بتبقى بسيطه جدا. أيوة. انت لا هتشوفها يعني المجرده كده ممكن من بعيد ما تبانش، بس لازم اما تقرب منها هتشوفها ان أيوة. يبقى الجناح خارج سنه. لما يبقى الجناح خارج سنه كده بتبقى عارف ان هو فرد الحمام، يعني الجين بتاعه برضو الحمد لله رب العالمين بيبقى عالي جدا. ايوه الورقه اللي باينه بالظبط. ايوه باينه هي. فانت هتلاقي الجناح فيه تهديله ده كده برضو البيور، المفروض حمامه بيور. تمام. بنوصل بقى للشروال، وده اهم حاجه في المواصفات، او بمعنى اصح ده اللي بيحبب ناس كتير في الشكل الجمالي في فرد حامل متستف في الشلباز، شكل الشروال. طيب الشروال اللي حضرتك قلت لنا فيه منه كذا شكل، تمام. ممكن برضو نعرفهم سريعا كده واعرف الناس عليهم. السروال فيه 3 انواع في السروال. في سروال على الجنب بيبقى الشكل كده بالظبط، يعني انا الحمامه زي ما انا واقف كده، حمامه بتبقى واقفه سروالها كده على الجنب، خارج جانبي كده. اللي اغلب الحمام اللي سرواله على الجنب دوت كده بنفس المواصفات اللي انا بقولها دي، بنفس شكل ايدي. لو انت حضرتك بصيت في الشكل ده، في منه نوعين. اول ما تلاقي الحمامه سروالها كده على الجنب كده قوي كده، اعرف ان عندها صباعين ملزوقين في بعض. عندها ضفرين من الجنب ده والجنب ده لزقوا ببعض، ضغطوا الشروال خلوه للجنب كده. تمام. وممكن ما يبقاش موجود، بس الاغلب في مواصفات الشروال، لو لقيت الحمامه رجلها السروال نفسه اتجه بقوه للجنب اليمين او الجنب اليسار، اعرف ان الحمامه دي لما تقلب رجلها هتلاقي الضفرين ملزوقين في بعض، خلوا الحمامه دول. طب ده بيتورث ولا ممكن اخرج منه؟ ده بيتورث اساسي. بيبدا طالما دول اتلزقوا فخلاص، دول لما اتلزقوا تمام خلاص قفل الشروال اللي جنبه. بالظبط. السروال الثاني اللي هو عامل زي درج السلم لقدام، ده بيبقى سروال قوي قوي، شكله جميل، بس انا نفسي ما بحبوش. يعني انا عن نفسي محمد عباس ان هو شكله جميل جدا، وحمامه ديكورها عالي، واغلب المربين عندها بيتجهوا ليها يعني بيلفت الانظار. انما افضل سروال في السراويل دي كلها السروال الداير، اللي هو بنقول عليه احنا زي الورده. ده اغلب الحمام فيه بيبقى في الاسوار. السروال الداير ده هتلاقيه كله داير. السروال الداير ده من مميزاته اللي هو ما بيطلعش حمامه اسمها مفتوحه السروال. تمام. مفتوحه في السروال ان السروال يبقى من جنب من قدام قوي، يجي عند الصباعين دول السروال خف شويه وقل، مسافه الريش قلت، الريشه نزلت، ترجع في الجنب كده تلاقي بقيه السروال شغال بنفس زي زي فتحه كده في الرصه بتاعت الريش. بالظبط. تمام. ده سروال السروال الداير ما يجيبش. طيب الفتحه دي في حمام بيبقى فاتح من قدام، وفي حمام بيبقى فاتح عند الخنجر من ورا، يبقى في عند بدايه الخنجر قفله الشروال وبدايه الخنجر كده. تمام. في حته برضو ساعات بتيجي كده في حمام. الفتحه اللي من عند الخنجر ممكن نهضمها، ممكن نعديها، ما فيش فيها مشاكل. تمام. السروال ما اكتملش من الرجل عشان يبقى الخناجر مع السروال الشروال مش مستلم الخنجر. ده جين. تمام. ده برضو جين، ده مش عيب. ده جين ان رجل الحمامه لما طلعت الريش طلعته من الاتجاه دوت، وفي ريش او ريشتين فادتهم. ده جين. لو انت ركزت على الثاني انت خلاص هتنسى ده. أيوة. لو ركزت على الثاني اللي بيجيب الشروال مقفول من الخنجر لحد قدام، خلاص مش هتشوفه. هيظبط معاك، مش هتشوفه خالص. تمام كده. احنا قلنا الشروال 3 اشكال: الشكل الجانبي اللي هو مقفول خالص، الشكل الجانبي والامامي اللي هو يبدا من قدام، اللي عامل زي درج السلم مترصص كده زي درج السلم، واللي هو داير زي الورده ده مقفول اللي هو مرصوص شكله حلو. وده طبعا من اقوى السراويل. تمام. وبيجيب معانا، حضرتك قلت لي برضه بيجيب مع الاشكال الثانيه برضه. على فكره نسيت اقول لك ده في سروال البخاره. تمام. البخاره اللي هي كمان ايه بقى، اللي هي المستويات القويه جدا، الستاندر بتاعها بنشوف الشروال بتاعه فعلا داير كده زي السروال الحمام اللي طالع ده جديد ابو ديل اسود ده، هتلاقي برضه السروال بتاعه ده. ايوه اللي هو الداير اللي بدا من فوق ده. طب احنا كده اتكلمنا على الشروال، واتكلمنا عن الدماغ ومواصفات فرد الحمام الشلباز اللي الناس كلها المفروض تروح له. طب هنتكلم على العيوب اللي انا ببعد عنها وممكن تتوارث معايا. احنا اتكلمنا في قفله الصبعين على بعض، واتكلمنا على الفتحه بتاعت الشروال من قدام. ايه تاني ممكن عيب ابعد عنه يعني؟ ما العيب اللي ممكن يتورث وانا بعتبره عيب بسيط جدا، ممكن مربي يحبه وممكن ما يحبوش، اللي هو فتحه الشروال من قدام. ده بيتورث. تمام. بس الديكور بتاع الحمامه لو قوي انا اتغاضى عنها. طب لو عندي انتهي فتحه، لو حطيتها على ذكر شراره مقفول، ممكن ابعد عنها ولا؟ انت لازم، لا انت هتديها ذكر مقفول خلاص هتظبط معاك. انما الاثنين لو مفتحين هتجيب لك فرده واحده. يعني هتجيب لك حمامه واحده انما الاثنين مفتحين لا صعب، هتبقى صعبه جدا، هتجيب لك حمام كتير مفتح. طيب والحمام اللي موجود بقى الفتره دي اللي بنشوف حمام كتير قوي قوي قوي، الخنجر بتاعه من ورا خفيف، حمام برجله من قدام حلوه بس الخنجر خفيف، ده ولا هيتورث؟ لا الخناجر خفيفه. انا عندي بيت في التراكوة اللي هو الازرق بيبقى الخنجر بتاعه خفيف شويه. الحمامه بتبقى مش حامله الصفه بتاع الرجل اللي فيها قوه الخناجر. تمام.
فهي لو حملاها خلاص ما فيش يعني مشاكل. جين زي البني ادمين كده، واحد مثلا عنده عضله الايد اقوى، واحد الظهر عنده اقوى. بالظبط بالظبط. فهو برضو مش هينقص في الحمامه في تقليبها، المجمل بتاعها مش هينقص. يعني الحمامه في المجمل بتاعها شكلها حلو، ربيها عادي. جميل. تمام. جميل. انما لو انا بقى السروال ده لو هو خفيف، ممكن نشغل الفيديو التاني اللي هو كان بتاع الحمامه لوحدها دي، برضه نفرج الناس على تمام. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. طبعا بطنة عظم وهد واسر طبعا هي قلشه مش باينه الجمال بتاعها طبعا. الحمامه طبعا بص مهدره طبعا كلها، ما فيش فيها طبعا جمالها بس ما شاء مختفي الله. بس باين برضه مستوى ما شاء الله تبارك الرحمن يعني. هي طبعا مختفيه ما شاء الله. طبعا انا الديل دوت هو بص تحت زي ما بنقول اهو الاكس اهو. بس فضل الحركه انا باخد بالي ساعات ان فضل الحركه ساعات بينزل، انما فضل الثبات ممكن الحمامه بترفع جناحها ويترفع جناحها عادي. ويترفع هيبقى نفس المسافه دي فوق الديل، هي فوق الجناح. فدي من الحمام المميز جدا. القوره العاليه، العظم الرفيع ما شاء الله، العين الواسعه دي مهمه جدا في الشغل. بتدي شكل جمالي حلو قوي. يعني ما تدورش على الحمامه اللي يكون عينيها غامضه شويه. ولو ان انا عندي بيت من البيت دوت، وانا يعني انا مسميه بيت السهتان، عندي هو عينه مكسوره شويه، بس الحمامه بقى عينيها واسعه زي كده ودماغها صغيره طبعا دي هتبقى ارقى. دي هتبقى ارقى من اي بيت تاني. بس انا يعني كمربي يعني بحب يبقى عندي كل المستويات، بحيث ان الدم ما يهربش. تمام. طب احنا العيوب اللي احنا ممكن نتقبلها في الحمام، كنا بنتكلم مثلا حاجه زي الطول، ابعد عن لو فرد حمام طويل، ولا ممكن مع الوقت يتلم معايا ويقصر معايا في الفرخ والكلام ده؟ لا، ما هو انا الفرد الحمام الطويل جده طويل زي ما انا قلت في الحلقه اللي قبل كده السابقه، جده طويل، عمه طويل، الجينات كلها طويله، هيبدا يورث. ويجيب لي حمام طويل. تمام. انما فرد حمام قصير واهاليه قصيره طب فرد حمام طلع طفره فيه جسم شويه، طب اهاليه قصيره، خلاص ما عندكش مشكله. افرخه هيفرخ حمام قصير، هيفرخ قصير، هو يجيب لك فرد واحد. تمام. شكل ابوه، اصل الاب هو واحد، مش 3 4 ابهات. انما السروال ما يجيش. احنا دلوقتي عايزين نوصل للناس حاجه. انا واحد لسه هبدا في الحمام الشلباز او باب الشلباز، وعندي فرد حمام شيرال مش احسن حاجه، ما تعبش نفسي معاه بقى وافضل احرق في وقت مع الفاضي، ولا ممكن يجي الشيرال مع الوقت؟ ما هو انت الحمامه الام شروالها جامد او سرواله جامد، والاب سرواله جامد. انا ما ادخلش بيت طويل تمام. عشان اعالج سروال وابوظ، هلاقي عيوب تانية. ايوه. يعني انا هخش في طويل عشان سروال بس، طب وبعدين يبقى يعني انا ضيعت الحمام. يعني حتى لو اتحط مثلا ذكر طويل على منطقه قصيره، الذكر فيه قوه شروال والحمامه مثلا فيها دماغ، هيجيب لي حمامه وسطيه. تمام. هيجيب لي حمامه بين الذكر وما بين طب والحمامه الوسطيه مع الوقت ما تفرخش قصير، ولا هترد للاهالي؟ هتجيب لي الجدود، هتجيب بقى حمام كبير، جدوده طوال. يعني هضيع وقت على الفاضي. وفي الاخر زي ما انا قلت قبل كده، ان احنا لما نقص الطويل وهنبص عليه في الباب هيبقى مضايقنا شويه، شكله مش كويس. وهيبقى مع الحمامه الجميله هيبقى مضايقك. هتضطر تقول لا ده انا اشيله عشان اركب، اخلي نفس المستوى مع بعض. ايوه. نشكر حضرتك جدا، ووصلنا لنهايه الحلقه بتاعت الوصفات والتقليب، وان شاء الله نستنى في الحلقه الرابعه بامر الله.